السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل مع بعض البهارات السمك بكل سهولة ومكونات احنا كنا بنرميها. اول حاجة انا معايا هنا قشر الجمبري. انا كان عندي كيلو جمبري وقشرته، قلت بدل مرمي القشر بتاع الجمبري انا هستفاد بيه. وكده كده اصلا قشر الجمبري وراس الجمبري بيبقى فيه فيتامين وحلو قوي للجسم، مش وحش. مع ان بقى احنا قشرنا الجمبري زي احنا شايفين كده، انا مش هرميه، انا هحمصه في الفرن علشان نطلع منه احلى بهارات لجميع السمك. وحلو قوي وهيعجبك ويخلي السمك معاكي طعمه حلو. اول حاجه هنمسك قشر الجمبري نغسله حلو ونغسله بحبه ملح كده وليمون وحبه خل وننقعه شويه، وبعد كده نغسله ونسيبه يصفى خالص تماما خالص. بعد ما يصفى هجيب صينيه زي ما انتم شايفين كده، وكنا في الوقت ده مولعه الفرن على درجه 180 او 200، وهسيبه في الفرن كده لمده ربع ساعه، وكل شويه اقعد اقلب فيه لحد ما يتحمص خالص. بعد ما يتحمص خالص، بس اهم حاجه خلي بالك علشان ما يتحرقش. بعد ربع ساعه خلاص كده تبقى تمام، اتحمص معانا اهوت. هتسيبيه يبرد خالص، وبعد كده هتمسكيه في المطحنه بتاعت البهارات هتطحنيه، هيبقى معاكي زي البودره. خلاص يا حباب قلبي، انا بقى في الوقت ده خلاص هسيبه خالص يبرد خالص، وهضربه في المطحنه وهرجع لكم يا حباب قلبي. بعد كده ما خلصت كده كل الكميه، طلعوا لي الكميه زي ما انتم شايفين كده. مش قادره اوصف لكم ريحتها حلوه قوي. انا مش اول مره اعملها، انا طول عمري بعملها وبحطها في قلب تتبيله السمك، بتخلي ريحه السمك اكني عامله جمبري، اكن اللي يدوق السمك يقول لك انت حاطه فيه جمبري، وفعلا طعمها جميله. فعشان كده قلت اعمل لكم الخلطه ديت وتشوفوها، وجميله قوي صراحه، تستاهل تجربه. وخساره انك ترموها، اوعوا ترموا من النهارده قشر الجمبري. لو عجبكم يا حبايب قلبي البهارات بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.